خلينا أبدأ بسؤال بسيط جدا ومش محتاج منك إجابة دلوقتي. أنت قرأت كام كتاب تطوير ذات؟ مش فاكر؟ طبيعي. سمعت كام بودكاست عن النجاح والانضباط والاستيقاظ 5 الفجر وشرب المية والتوكيدات الإيجابية؟ برضو مش فاكر؟ تمام. دلوقتي السؤال الأخطر بقى، إيه اللي اتغير فعلا؟ مش في دماغك، في حياتك، في تصرفاتك اليومية، في طريقة عيشتك، في علاقتك بنفسك. لو إجابتك ولا حاجة تذكر، فأحب أقولك مبروك. أنت إنسان طبيعي جدا ومش لوحدك. أنت عضو رسمي في أكبر نادي بشري في القرن 21، نادي الناس اللي عارفين كل حاجة ومش بيعملوا حاجة. إحنا الجيل الوحيد في التاريخ اللي عنده كل الإجابات ومع ذلك تايه. الجيل الوحيد اللي يعرف يعيش صح وبيعيش غلط وهو مطمن. وخلي بالك، ده مش كسل ولا ضعف. الموضوع أعمق وأخطر من كده بكتير. النهاردة مش هحفزك ومش هقولك انت تقدر ومش هبيعلك أمل. النهاردة هنعمل حاجة تانية، هنفضح الكذبة. احنا تربينا على فكرة ان المعرفة قوة. اقرأ تتغير، افهم تتحسن، اعرف تنجح. بس المشكلة ان المعرفة بقت أرخص من اللبان. دلوقتي في 20 دقيقة تقدر تعرف ازاي تبقى غني وهادي ومنضبط وسعيد وشخص تاني خالص. بس الغريب انك بعد ما تعرف كل ده بتكمل يومك عادي. نفس العادات، نفس القلق، نفس التسويف، نفس صوت بكرة. وهنا السؤال اللي محدش بيحبه، هو احنا فعلا بندور على المعرفة عشان نتغير ولا عشان نحس اننا أحسن من غير ما نتعب؟ خليني أقولها بصراحة، المعرفة عند أغلب الناس مش أداة تغيير، دي أداة تسكين. زي مسكن الألم اللي بناخده بالظبط، يخليك تحس انك عملت حاجة من غير ما تعمل حاجة. تتفرج على فيديو عن الانضباط، تحس بالرضا، تحس انك واعي، تحس انك في السكة، بس الحقيقة انك واقف مكانك. خلينا نفكك الموضوع. الفعل مكلف، بيوجع، بيحتاج احتكاك بالواقع، فشل، لخبطة، صورة ذاتية بتتهز. إنما الفهم مريح ونظيف وآمن. الفهم يخليك تتفرج من المدرج وتحلل وتحكم وتحس إنك أذكى من اللي في الملعب. والعقل بطبعه بيحب الأمان. عشان كده تلاقي ناس تقولك أنا فاهم نفسي جدا، وأنا محلل شخصيتي ومدرك مشاكلي. جميل، بس عملت إيه؟ السؤال ده بسيط لكنه قاتل للوهم. جيلنا قرر إن التغيير بيحصل كده. قول لنفسك أنا قوي، بص في المراية، ابتسم، الكون هيتحرك، النجاح هيجيلك تاكسي. المشكلة إن الكون مش أوبر ومش بيسمع توكيدات. ممكن تقول أنا ناجح وانت نايم، بس الواقع مش هيقولك أمين. في فجوة ضخمة بين الكلام والسلوك، والفجوة دي مش بتتقفل بالنوايا. خلينا نكسر الوهم الكبير. انت مش صفحة بيضة، مش حر زي ما بتحب تتخيل، مش بتبدأ كل يوم من الصفر. انت نتيجة تربية وبيئة وتجارب ومخاوف ومكافآت وعقوبات قديمة وتأثيرات خارجية كتير انت مش منتبه ليها. عقلك اتعلم ان انماط معينة بتقلل الألم وبتزود الراحة وتخليك تمام، حتى لو الانماط دي بتدمرك على المدى الطويل. فلما تيجي تغير، عقلك مش بيقولك عظيم، عقلك بيقولك احنا كنا تمام يا معلم، ليه وجع الدماغ ده؟ وده مش خيانة، دي وظيفته الأساسية. وخلينا ندفن التحفيز مرة واحدة. التحفيز شعور، والشعور متقلب. النهاردة متحمس، بكرة مخنوق، بعده زهقان. فلو مستني شعور عشان تتحرك، انت حكمت على نفسك بالشلل. التحفيز مش محرك، التحفيز شرارة، والشرارة من غير نظام يحميها بتنطفي. الناس فاكرة ان الفلسفة كلام نظري، بس الحقيقة ان الفلسفة كانت دايما بتحلل وتتكلم عن السلوك، عن ليه الإنسان يعرف الصح ويعمل الغلط وهو واعي بده. الفلاسفة قالوا حاجة بسيطة، الإنسان لا يتحرك لأن الشيء صحيح، بل لأنه ضروري وحيوي. يعني مش كل اللي مقتنع بيه تقدر تعمله، حتى لو بسيط. خلينا أكون صريح أكتر، التغيير الحقيقي مش جميل ولا انستجرامي ولا محفز. التغيير الحقيقي بطيء ومربك وما فيهوش تصفيق. أول ما تغير سلوكك تحس إنك غريب ومش مرتاح، وكأنك بتخون نسخة قديمة منك. وده طبيعي، لأنك بتكسر اتفاق قديم بينك وبين نفسك إنك تفضل زي ما أنت عشان تفضل آمن. وخلينا أقولك حاجة يمكن تضايقك، أنت مش محتاج كتاب جديد ولا بودكاست جديد ولا فيديو جديد ولا وصفة سحرية. أنت محتاج تعمل حاجة واحدة صغيرة حتى لو غلط ومن غير ما تكون جاهز. تخرج من منطقة الراحة والأمان وتاخد الريسك. بس المشكلة إن ده مش ممتع ومش مثير ومش هيخليك تحس إنك ذكي. حتى لو الريسك اللي أنت بتاخده كان لا يذكر، بس دماغك هيشوفه خطر، خطر كبير. الفرق بين الإنسان الواعي والإنسان المتغير بسيط جدا. الإنسان الواعي فاهم وبيحلل وبيشرح. الإنسان المتغير بيغلط وبيكرر وبيتعب ومش عنده قصة حلوة يحكيها. عشان كده عدد الواعيين كتير وعدد المتغيرين قليل. لو المعرفة كانت كفاية كنا كلنا اتغيرنا من زمان.
التغيير مش مسألة وعي، التغيير مسألة نظام يشتغل وانت مش حابب، ويتحرك وانت مش متحمس، ويكمل وانت مش مقتنع. النظام بيجبرك تتحرك، بيشيلك حرفياً. انت مش فاشل ولا ضعيف، انت بس كنت فاكر حتى لو بشكل غير واعي ان الفهم لوحده كفاية. واخطر مرحلة في حياة الانسان مش الجهل، اخطر مرحلة انك تحس انك فاهم وانت واقف مكانك.